جلا 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 دنيا مبرجلة خطواتها كتيرة ومتبرجلة. جلا 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 دنيا مبرجلة خطواتها كتيرة ومتبرجلة. خلطة مشكلة مسطرة منقلة ولمع الوش ودي المعضلة. ناس تيجي بشويش تتمسكن لك وتخبي غير اللي باين لك. ناس تيجي بشويش تتمسكن لك وتخبي غير اللي باين لك. تتسحب دايما كالعادة تسحب بشويش السجادة وتسيبك في المر تولول إن ينقص أو بتشحنلك. افهم خليك صاحي مصحصح احسن تتمرجح تتمطوح. افهم خليك صاحي مصحصح احسن تتمرجح تتمطوح. ترجع ما تكملش السكة وتعيش في حياتك على تكة. بعد ما تبيع تسمع تطبيع. افهمني بقى واوعى تنح. جلا 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 جلا.
الشهبندر يتغندر، صفر يا حكم خليه سنطر، جانا الشهبندر يتغندر، صفر يا حكم خليه سنطر، راح يحكم فينا بأحكام ويريتوا عالشاطر يتشطر. شهبندر شهبندر اهو جالكوا سيدكوا تاج راسكوا، شهبندر شهبندر شهبندر، وده مش من ناسنا ده من ناسكو، شهبندر شهبندر، وهيحكم باللي هيملى عينيه، ونقول له ده كان غيرك اشطر. ايه الخوته اللي انتوا عاملينها دي؟ ايه اللي يجرى في البلد منك له؟ لا له. اسمع واحكم بالحق يا سيدي الناس. الغريب ده ومراته لسه شارين مني الحمار ده حال، صح ولا مش صح يا ناس؟ ايوه صح. بعد ما بعته لقيته حمار مبروك، كل ما يلاقيها ينزل من بقه الدهب دنانير دنانير، صح ولا مش صح يا ناس؟ ايوه صح. انا يا سيدنا الشهبندر عايز ياخد حمارنا ويرجع الفلوس، صح ولا مش صح يا ناس؟ ايوه صح. واحنا بقى يا سيدنا الشهبندر ما قدرناش نرجع الفلوس ولا نجيب الحمار، صح ولا مش صح يا ناس؟ ايوه صح. يبقى حاجه عربيه يا سيدنا الشهبندر. خلاص خلاص انا سمعت الحكايه كلها، لو عاوز ترجع حمارك يبقى تدفع الشرط الجزائي اللي عليك. منين يا سيدنا الشهبندر؟ ده انا لسه على باب الله، وده اول حمار ابيعه، ما معيش ادفع الشرط الجزائي. يسلم فمك يا سيدنا الشهبندر. ولا الرجاله اللي حضورك ومغابك العالي مش طالبين كتير، فلوسنا وفيهم 5000 دينار. 5000 دينار؟ وده مش مبلغ كبير على حمار مبروك زي ده؟ لا 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 لا، ده مبلغ كبير على راجل غلبان فقير. مش كتير يا سيدنا الشهبندر، مش كتير. خصوصا بقى لما انت تاخد نصهم واحنا ناخد نصهم. اسمع يا راجل انت، 5000 دولار مش كتير على حمار مبروك زي ده، كل ما يتبسط وينهق. قلت ايه؟ معاك تدفع ولا ياخد الغريب حمار ويقصد رب كريم؟ 5000 دولار اجيبهم بس منين يا سيدنا الشهبندر؟ بقول لك ايه، ده مش شغلنا، ده شغلك انت. معاك تدفع اقلب دنانيرك، ولو ما معاكش يبقى كل حي يروح لحاله. يحيى العبد يحيى العبد. ده هي كده يا سيدنا الشهبندر، انصر الغريب على ابن بلدك. اسمع يا راجل انت، الحق ما فيهش غريب ولا غريب، والعدل اساس الملك. طب ايه العمل دلوقتي يا ناس؟ العمل انك تاخد فلوسك وانا هدي للغريب الشرط الجزائي بتاعه. طب ايه معنى الكلام ده يا سيدنا الشهبندر؟ يعني جبتك عشان تحكم بلدنا تضيع عليا حماري؟ خد امسك انت دول وانا هدي للغريب الشرط الجزائي بتاعه، ولا يلزمني الحمار. انت مش هتعرف تمسك الحمار، انت وش نكد والحمار ممكن يبوظ معاك. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني تاخد فلوسك وسكتم بطل وشهبندر بلدك ولا الغريب؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ابنك يا عم كويس، ابنك عبد المعين الله يعينه، عالقفا خد وكمان على عينه. عبد المعين الله يعينه، عالقفا خد وكمان على عينه. فكر ما عندوش ياخده على فشوش، واللي ضحك وبجد الناس بطريقتها مطوعينه. مهووس موكوس محسودة مخصوص، مهووس موكوس محسودة مخصوص. ما تقولش النحس عليه نقوس، ولا الحظ احنا معندينه. والشهبندر بين الاسبوع يعني والحمار عايز يمسكه والحمار ما بيتمسكش. لغايه ما الراجل عقله شك وابتدى يحكي له نكته قبيحه.
بقول لك ايه، اسكتي انت خالص، مش عايز اسمع صوتك. حاكم الحمار ده محدش يعرف قيمته غيري. والحمار ده بقى تبقى قيمته ايه لو ما ركبتوش؟ اركب مين يا وليه؟ اركبه ايه؟ ده لو طلت اخلي هو يركبني عشان ينبسط كنت خليته يركبني وخلص. والله ما كنت فهمت الراجل، ما هو يا اما انت اتجننت من مجرى العقل. يا وليه بقول لك اسكتي افهمك. الحمار ده وراه سر ومحدش يعرفه غيري. سر ايه اللي هيبقى في الحمار يا ابو سيد؟ حمار زي بقية الحمير. مش فاهمك انت بقى يا اختي في الحمير. هو انا يا راجل لو ما كنتش افهم في الحمير كنت اتنيلت اتجوزتك. ايه ده؟ انا سامع ريحه الشتيمه. انت بتشتميني. انا يا حبيبي اشوفك، ده انا مرات وسر بيتك. بس احكيلي وقول لي سر الحمار ايه يمكن اقدر اساعدك. قوي. هو انا لو قلت لك على السر هيبقى سر؟ ده هيبقى سر. لا بقى انت حالك كده ما بقاش يعني حد، وانا ست وليا حقوقي، وانت مدي وقتك كله للحمار، وانا كاني ليك صوتك حمار. حقوق؟ هو يا ام حقوق؟ انت عاوزاني ابسطك انت واسيب الحمار ما يمسكش؟ لا بقى انا لازم افهم الحكايه ايه من فضلك. يا سلام عليكم، لازم اسيب لك البيت واقول لاهلي. وهتقولي ايه لاهلك بقى ان شاء الله؟ هتقولي لهم انت غيرانه من الحمار ولا غيرانه من الحمار؟ راجل انت لم لسانك واعمل لك اكل. اعملي لك انت اطلع وسيبيني في حالي بقى. اما اشوف لي حكايه الحمار ده بقالي اسبوع عماله تديه وادلعه عشان ينبسط وينزل الدهب من فوق دنانير ما بيحصلش. يا لهوي علي هنا عوض من عوضت نافوخك يا ابن الراجل. بقول لك ايه؟ قولوا لي النافوخ يوزن عيلتي كلها اهو. انت بتشتمني يا شعبان؟ هشتمك واطردك كمان. وطبعا بتطردني من بيتي. واشتم تخين في عيلتك واذا كان عاجبك. لا مش عاجبني، ويا نفس يا الحمار. لا بعد العمر ده كله جايه تقارني نفسك بالحمار. ايوه كده تعالي. الحمار طبعا. الحمار؟ طب وديني لاسيب لك البيت واروح بيت اهلي وكان الحمار ينفعك. بقول لك ايه؟ يلا غوري بقى في 180 ده. 180 مش كانت 60 يا راجل انت. ما كل حاجه غليت يا اختي، اشمعنى اللي مش هتغلي؟ لا دي وديني لاسيب لك البيت واروح بيت اهلي، يا انا يا الحمار في البيت ده. يلا غوري في 60 ده هيبقى ترجعي. عاجبك كده؟ انبسط بقى ونهى. ما هو يا نهى انت يا نهى انا بالعدل والقسطاس. بالعدل انا دخلكم جوزي حال يا شيخ. ايه ده؟ انت عارف انك يقف فيه شويه روح وما ترجعش الا قلت لك في ايدي. انا مش فاهم. يلا يا شيخ يا نهار اسود. بسرعه عشان تجيب يا شيخ الله. انت شايف اللي انا شايفه؟ الولايه بيت وشوش الجان. يا نهار ازرق، احنا دخلنا بيت مجانين. عشان
الاعجب بقى ان الكلب ينده لسيده ويجي. قادر على كل شيء. بقول لك يا ست، هو الكلب ده نوع ايه؟ لا ده نوع نادر قوي، مفيش منه في البلاد اتنين. ونادر ده بيفهم الكلام؟ قال لك بيفهم الكلام، ده بينظف كمان. وده بيحرس الدار؟ قال لك بيحرس الدار، ده بيحرس الدار وبيغسل وينظف ويغسل المواعين كمان. ده اكيد بقى زي الحمار اللي بنصب عليا فيه. قال يا سيدنا انت بقيت محترم وعن ناس مش محترمين. ما تقولش اللي انت بتقوله ده. انا اروح نور ايه هو ما يصوتش والله ويقصد، هو زعلان من الحمار وعمايل الحمار ولا يقصد راجل البرزه منه جاي وكل حاجه هياخد حقه. بالعدل والقسطاس. بالعدل والقسطاس. يا اهلا نورتونا وشرفتونا. قال انتوا اتغديتوا ولا لسه؟ بقول لك ايه، لا غدا ولا عاملين لازم، احنا مش جايين الضايف. انا جيت وجبت اخويا تاني عشان يجيب لي حاجه. يا اهلا خش جوه يا شيخ، جوه يا شيخ. يا اهلا امرني يا حضرتك. الامر لله من قبل ومن بعد. هو الموضوع ما فين الحمار؟ امر ايه دلوقتي؟ بقول لك ايه يا سيد شمعون اهلا وسهلا يا شمعون. منين يا شمعون؟ من بلاد الله الواسعه. اهلا بيك في بلدنا يا شمعون. بقول لك ايه، كلمه رحنا دهلك ولا قالك بالصدفه ولا جاي على القهوه وانا بخلص وسط الخلق والناس كلها استغربت. والله ليه حق استغراب يا شمعون. قال لي كبير هنا واخوه الشهبندر موجود عندك في البيت. ايوه سبت لي في ايده وجيت هنا والخلق كلهم كمان مش هتعرف انا سادة ايه؟ قول له ايه على طول. مفيش حمار ولا نيله. اسكت مفيش حمار. انا قلت لك هشتري الحمار يرضيك مراتي تنظف البيت لوحدها. لا مالي يبقى طلعت بسكوتك فلوس الدنانير فلوس ولا ليك دنانير. وانا قلت لك هشتري الكلب دوت لو هدفع نص ثروتي. سيد شمعون قلت ايه؟ امرني. قلت ايه؟ لو ناوي على تشتري الكلب يعني الكلب ده مش للبيع، ده زي ابني كمان. ما تسكت الولايه دي. بقول لك يا ست ده كلام رجال هنقعد نعيد ونزيد. استنى يا شباب يعني استنى كده بس خش منها كوبايه الشاي. بقول لك ايه يا شباب، الا الكلب ده زيهم وانا زيهم. ده حبيبي يا شباب. لا مفيش يا انسه بس انت شكلك غالي علينا قوي. استهدي بس. بقول لك يا شباب انا عايز الكلب ده والثمن اللي انت عايزه وانا هدفعه لك. هو حد يقدر يقول لك طلب؟ بس انت شفت الست ما اقدرش يعني خراب البيوت. يا عم ربنا ما يجيب خراب بيوت. بص انا هدفع لك فوق ثمنه 10,000 دينار. بقول لك ايه؟ قول له ايه؟ مفيش حمار. مفيش. انسى موضوع الحمار دوت. انت اشتريت حمار براتك ولا لا؟ يبقى خلاص انسى الموضوع الحمار ده. سيد شمعون 10,000 دينار ثمن الكلب. 10,000 دينار حلال عليك الكلب. يا جاك شكرا يا سيد شمعون واعتبرني من ايدك دي لايدك. بقول لك ايه يا شمعون، انت قلت لي اسمه ايه؟ اسمه جاك. ايه جاك ده؟ جاك اسمه صايص مش مهم، انا هسميه مراجيح. يلا بينا يا كلب العزيز على بيتك الجديد. ايه يعني ايه بقى الكلام ده بقى؟ يعني ايه الكلام ده؟ ايه؟ حسبي الله ونعم حسبي الله ونعم الوكيل. اجابتك يا عبد المعين تعيني، لقيتك بتحاول وتشتري الكلب. اهو راح ضحية الطمع، اهو راح ضحية الطمع. مين هيقول له اوعى حاسب؟ حاسب مين؟ حاسب تقع. ده الكل في نفس الهم، كبرها وعدي يا عم. عمرك ما تلقى الكل في واحد، حتى الرباط بينا اتقطع.
وفرحت مرات المحتسب لما حكانا على مزايا الكلب واعتبرته اجمل هديه في عيد ميلادها. بس اللي حصل بعد كده في بيت المحتسب لا يتحكي ولا يتقال، يتشاف وبس. ما يلا نشوف. يا زوزة، يا اللي اتبهدلت يا اختي على اخر الزمن. يا زوزة يا حبيبتي. انت جيت يا خالد الرجل؟ ليه؟ في ايه؟ بتعيطي ليه يا سيدي؟ تعالى يا اخوي، تعالى شوف كلبك عمل فيها ايه الاول وبعدين اتكلم معايا. بجد طولة لسان، فاهميني ايه اللي حصل؟ ده كلب قليل الادب والاحترام. عمل ايه يا زينب؟ هو مش ليه؟ يا اخويا انت ايه اللي انت جايبه ده؟ ما انا لقيتش حاجه. ما لقيتش حاجه ايه بس؟ قولي لي عمل ايه؟ يا اخويا قلت له يروح يغسل ولا بيغسل ولا بيطبخ زي ما قلت لك. كل اللي انت قلتيه دوت ولا فيه قله ادب ولا عدم احترام. تاني هادي يا خايب الرجا. وانت بره البيت الكلب بيتمسح فيا. ايه انت بتكبر المواضيع ليه؟ الكلب بيولف عليك يا زينب. يوه ينيلك راجل. ايه؟ هو انت عايزني اقول لك ايه بالمفتشر عشان تفهم؟ فهميني ايه اللي حصل؟ يا راجل يا قليل الدين، الكلب كان عاوز مني اقلع هدومي. ايه؟ تقلعي هدومي؟ ايوه. طب وتقلعي هدومك ليه يا زينب؟ يا خرابي، هو انت يا راجل ما بتفهمش؟ لا ليه؟ كان عاوز يلعبني سيجا يا سيد الناس. يا ابن اللعيبه، لعبتيني سيجا ولا كسبتيني قدام الكلب؟ ليه؟ انت خلاص عقلك باش. ربنا يسامحك، ربنا يسامحك يا زينب، انت فهمتيني بالراحه وانا ما فهمتش. هو انت من امتى بتفهم؟ فهميني عمل ايه بالظبط؟ يعني ما غسلش الاطباق، ما نضفش المطبخ، فهميني بالراحه عمل ايه؟ يعني انا لو قلت لك هتفهم؟ قولي. يا اخويا قلت له ديك النهار يروح يندهلك راح، واخد بالك؟ ما رجعش. ايه؟ راح ما رجعش؟ تفتكر الكلب ده راح فين؟ يا خرابي، هو كل اللي همك في الموضوع ان هو راح ما رجعش. ايوه يروح ما رجعش ازاي؟ ده انا هخرب بيت شمعون الكلب، ده انا دافع فيه دم قلبي، مش هخلي التبال الازرق يعرف الطريق بره يا زين. اسمع ده عشان انا اللي مش هخلي التبال الازرق يعرف الطريق بره. يا راجل انا بنقول يعني تاني معاك. في ايه؟ الكلب ده كان عاوز ايه؟ راح تعالى. لا عيب يا زينب الكلام دوت، عيب. ده لسه العيد جاي. لا الكلب يعمل كده، ده انا ما عملتش كده يا زينب. لا كل الذي يا زينب، والله كل الذي هجيب لك حقك يا بنت الحلال، والله لا اجيب لك حقك. الطيران يا شمعون الكلب. الحمد لله اخيرا فهم. روح ده هي بتاعتك راجل قليل العقل والقيمه، ده هي تاخد اللي عينك. زين رجعت تاني ليه يا خايب الرقم؟ ما في حاجه انا مش فاهمها. وايه الجديد؟ هو انت من امتى بتفهم؟ قول. الكلب ده شاف فيكي ايه يا زينب؟ انا ما شفتوش. لا انا هوريك شاف فيا ايه. هي حصلت لكده كمان؟ الكلب كان ما تكملش، الرقاقه ما بترحمش. طب كملي. لا هكمل ولا انت كمان هتكمل، الموضوع ما يكملش كلام. يا سفروت انا بس كنت عايز اعرف ايه اللي حصل او ايه اللي هيحصل بعد كده. انا هعرفك بقى ايه اللي هيحصل بعد كده. اسمعي يا ست، انت اللي انا هقوله لك ده كويس قوي. افهمي عشان انا خلاص منكم خلاص. بص انا بقول لك اهو، الكلب اللي احنا خدناه منكم طلع مضروب، وبعدين بعدين اللي احنا جبناكم هنا واكرمناكم ببلد وعملنا لكم كف كل شيء تعيشوا معانا محليين ومبسوطين، لكن تخدعونا وبقول لك كلب لا بيغسل ولا بينظف ولا حتى بيندهني لما الست تقول له روح انت لسيدي، وفوق ده كله بقى كان عايز وانت بقى ست وفاهم، واخويا كمان عارف كل حاجه. اهلا اخوك ده بقى شغال ايه؟ انا شغال ايه؟ انا مسؤول السعاده والزغزغه عندنا في العين، صح
حبيبي. اهلا بيك. مش موضوعنا. بقول لك ايه، الكلب اللي احنا خدناه منكم حر مالنا رجع لكم تاني. رجع؟ ده انا رجع ولا شفته من يومين. انت كان كل همك تحت المزنقه. انت ما عندكش قلب يا ست. بقول لك يا ست انت، انا لا عندي قلب ولا كلب ولا اي حاجه، انا كل اللي انا عايزه عايز فلوس وبنانين. بنانينك؟ طب يا اخويا ده راجل البيت زمانه جاي وكل حاجه هياخد حقه. لا والله. هو فين الراجل ده؟ احنا هو بقالنا حبه قاعدين، لا شفنا راجل ولا غيره، ولا حتى طفحتينا حاجه في بيتك. انا لا بضايق حد ولا بعمل حاجه لحد. ما هي دي المعامله الحسنه اللي احنا عملناها لكم. يا زين يا انيسه. انيسه اخيرا صدقت. في ايه يا انيسه؟ تعالى انت ايه؟ حاسس علينا بالصدفه كده المنطقه دي. يا من فضلك اوعى اسمعك بتغلطي في البلد وانا موجود. لا مؤاخذه يا ست. دي بتهبص. انيسه ما تقصدش. يا انيسه ومين الناس دول دلوقتي؟ انت مش عارفني يا شمعون. ايوه عارفك يا عم بس ما تصرفتش بالاخ. الاخ؟ عايز شرف الاخ؟ انا ابقى الاخ وهو مسؤول السعاده عندنا في العيله. مش واقف على بعضي. من السعاده. وبعدين مش كوبايه شاي هي اللي هتخلينا تبرد نارنا وترجع حقنا. احنا جايين هنا ناخد حقنا بالحق والمستحق، بالعدل والقسطاس. كل واحده بتحاول بس الصبر شويه. يلا اعملي شاي يا انيسه بقول لك. قلت مش هعمل يا شمعون. ما طلعيش عربيه تبعتها يا انيسه. لا انا بقول يا شمعون مش هتعمل اللي انا وريك. انت بتعلي صوتك عليا يا انيسه. طيب انت ايه ده؟ سكينة انا؟ عملت ايه يا شمعون؟ قتلت مراتك وقدامي وقدام اخويا الكبير. وزير البتنجان. لا مش واقف. انت اللي عملت يا جدع. انت كده تعديت حدودك خالص. في ايه؟ تعديت حدودي. ايه؟ مراتي انا حر فيها ومحدش له كلمه على مراتك ايه بتعذبها يعني؟ سيبها احاول. يا مجنون! تعذب مراتك تقوم تطعنها بالخنجر؟ انا قلت لك ان في ناس محتاله وانت ما صدقتنيش. لا انا دلوقتي صدقت. وبصمت بالعشرة على صدق كلامك تجاه المجنون ده، واحنا لازم نبقى الحرب. يلا يا شمعون الكل. في ايه؟ مراتي انا حر فيها يا جماعه. اقتلها اصحيها بمزاج. انت مش انا حر. انت مش محتال بس انت مجنون. استنى، هتصحيها ازاي يا مجنون؟ الولية مفيصة ايه؟ اصحيها ازاي؟ ايه ده؟ اهو. يا نهار ازرق! ايه ده؟ السباح والعفو. صدقني صوتك تاني. اتفضلي يا هانم هات الشاي. عيوني ليك انت وضيفك الكرام. وحياة امك. ايه ده؟ من عميلك يا شمعون الكلب.
بقول لك ايه، انا كنت واخد منك كلب ومحبوب. ايه كلب؟ تعال، انا عايز الكلب. تعال، انا عايز الكلب. سيب الكلب دلوقتي. بص، احنا هنأجل موضوع الكلب ده دلوقتي لحد ما نشوف حكايه المزمار العجيب اللي بيصحي الميتين ده. دي اقل حاجه عندي. والله معقول يكون عندك حاجات اغرب واعجب من كده؟ كتير. زي ايه بقى عندك؟ يا عم قولوا على موضوع الكلب. يا عم فيك، انا عايز الكلب. مش وقت كده، احنا مش في الحديقه. اصبر شويه، خلينا نشوف حكايه المزمار ده وبعدين نشوف حكايه الكلب. قول لي يا سيد شمعون، محسوبك شمعون. شمعون اسم رائع، كله بهجه وسعاده. نورتونا وشرفتونا. اهلا بالمرحوم. وشرفتوا زيارة ما تفتحش المعابد والمعابد. الحق يا شمعون، خد دي رجعت احسن من الاول. واقدم من الاول زي ما انت شايف. هو اقدم من الاول كمان. ده فعل المزمار ده فعل ساحر. والله المزمار ده ينفع قوي مع الولية مراتي. دي مطلعة عين امي، قربت اتجنن من عمليتها. سلامة عقلك بالجنون يا كبير. يا سيدي قول له على موضوع الكلب. يا عم كلب بويز عايزين ان شاء الله. مش وقت كلام. اسمع، مش وقت كلام خالص. انت ايه؟ ما شفتش اللي حصل؟ يا عم شفت بس حق. بقول لك انت لا ليك حق ولا مستحق في البيت ده. انت اشتريت كلب مرضان، انا خسران قليل الادب. خلاص ربيه انت يا سيدي. او اقول لك بلاش تخلي مراتك تلبس عريان قدام الكلب. ايه الكلب بيجنن. انا مراتي اشرف من الشرف، الكلب هو اللي محقوق. حلو قوي. بدل الكلب اللي محقوق روح هناك دور عليه بعيد عنك. هناك كده. مش جاي تحتال على واحد غلبان فقران كتيان قاعد هو وجماعته لا بيهم ولا عليهم. قول لي يا سيد شمعون اسم رائع. قول لي بكام مزمار ده؟ لا ما كانش العزم، المزمار ده مش في البيت. ليه؟ اطلب تجار وانا ابقى تحت امرك. ده انا بقدم بيه مراتي. يا سيدي بص، انا هعمل معاك اتفاق. انت تديني المزمار بالثمن اللي انت تعوزه، ويا سيدي لو مراتك قلت ادبها ولا عملت حاجه اجر لها 2 بلطجيه اخليهم 4 شهور وعلى حسابي. لكن المزمار ده انا عايزه يا شمعون وهاخده مهما كلفني برضه. لا سعادتك المزمار ده انا شايفها في عيني. يبقى استمنى وانا جبت الهديه. لا احنا ما بنعملش حاجة ولا بندي حاجاتنا لحد. الحق يا شمعون، دي تعاون التاني. وزعها وزعها غزة واحدة والله والنبي بس. المزمار ده عزيز عليها قوي. عزيز. يا سيدي انا قلت لك ان دي ناس ما تختشيش، والكلب انا عايز الكلب انا اشتريته منه وطلع. روح هناك وهم هيختشوا. ابعد عنه. خلص بقى يا سيد شمعون. هتبيعه كام؟ كان علينا مش عايزين فلوس بس 20,000. 20,000 ومش عايز فلوس؟ انت طماع قوي يا شمعون على فكره. طماع ايه؟ المبلغ مش كبير يا مولاي. ده انت لما جرب المزمار ده السره راحت. خد بقى. تحس قد ايه انت الكسبان؟ ايوه وانا الخسران. واديني انا بقى المزمار. شفت المزمار؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. جبتك يا عم معين كأني لقيتك يا عم معين بتحمرق وتسرقني. طب والكلب؟ وهي دايرة بكل الناس بتلف، عقول بتخف. وهي دايرة بكل الناس بتلف،
حاول بتخف. يشوفوا التوهان فين ويروحوا يقفوا تمام ويحازوا الصف، يغرقوا في بحر غباء باشو ويقولوا يلعن ابو خاشو. ده عملنا حكاية وده حكاية لشهريار في ليالي الألف، وهي دايرة وهي دايرة وهي دايرة كل الناس بتلف. يا سبحان الله، قادر على كل شيء. يعني أنا لو عتلتها عشان أدبها بالسكينة هقدر بعد كده أصحيها بالمزمار ده زي ما عمل شمعون؟ دي حاجة تحير والله. بس مش مهم، الواحد يجرب ومش هيخسر حاجة. ما هي اللي لسانها طويل وما بتترباش الا لما بتاخد على دماغها. بقى انا ابقى مسؤول السعاده والزغزغه في عيلتنا، ابقى اكتر واحد حزين. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يبقى منظري ايه لو واحد من اعمامي شافها وهي بترد عليا بدل الكلمه 10. لكن خلاص خلاص ما بقاش فيه انبطاح. يا سميرة، عاوز ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ انت هتكسب ولا ايه؟ انت دلوقتي معاك الزمارة، يعني تديها بالجزمة. انت يا ولية يا اللي اسمك سميرة. يوه، ما قلت عاوز ايه مرة؟ هي كورة؟ روحي اعملي لي كوباية شاي سكر مظبوط. اعمل لك ايه؟ ايه؟ انت رشتي؟ بقول لك روحي اعملي لي كوباية شاي اظبط بيها نافوخ. المطبخ عندك اهو، قوم اعمل لنفسك اللي عايز تدفعه. لا، هو انا ما قلتلكيش؟ لا والله ما قلتليش. اقطع. ألف مرة. النهارده بقى بالذات ماليش مزاج اعمل حاجه. واشمعنى النهارده بقى بالذات؟ ما انت كل يوم بتعمل لنفسك اللي انت عايز تدفعه، من امتى بعمل لك حاجه؟ لا، النهارده غير كل الايام. وعاوزك بقى تسيبي اللي في ايدك وتروحي تعملي لي شاي. اسيب اللي في ايدي عشانك انت؟ لا، انت اتجننت. اتجننت عشان عاوزك تعملي لي كوبايه شاي؟ طبعا اتجننت. لا ومش اتجننت وبس، ده انت في ورقه من نافوخ اخضر كمان. هضطر اديها بالجزمه. طيب اغزي الشيطان، اغزي الشيطان قومي احسن لك يا سميح. ولو ما رحتش يا عيون سميح. حلو قوي، هو ده اللي انا عايزه. غلطت وانا كنت مستنيها تغلط. اذا يبقى ذنبك على جنبك وهتتأدبي يا سميح. وده مين بقى اللي هيقدمني ان شاء الله؟ انا. مين؟ ايوه انا عايز اسمع، قول. ايوه انا اللي هعدبك وهعدب اللي خلفوكي وما عرفوش يربوكي. لا ده انت الظاهر كده انا اعرف حاجه. الله يخرب بيتي. ايه هو انت كل شويه جرى لك حاجه؟ ايه ما عندكيش غير الكلمتين دول؟ وانت ايه بقى اللي غير احوالك النهارده وطول لسانك عليا كده؟ هو كده صحيت لقيت نفسي احوالي اتغيرت لوحدها. اقفلي الشر بقى واسمعي كلام احسن. لا ده انت كده بتخاطرك وشارب حاجه اكيد. شارب؟ ايوه شارب المر من كعاني منك ومن عمايلك السود. طول عمرك باللياقه وقليله الذوق وما ينفعش معاك الطيب اللي هو انا، واعملي حسابك منها. اخلاقك الزفت دي لازم تراعيها، والا بقى والا انت كمان بتهددني. لا ده الظاهر كده نسيت انا بنت مين. لا
الرفض دي ولا استنى شويه لحد ما تصفي شويه دم؟ لا، خليكي كده احسن، تصفي شويه دم. على العالي لما تقومي هفتان، يمكن يرجع لك عقلك. ايه؟ طيب لو ما رجع لهاش عقلها 7 برمبة هتعمل ايه؟ عادي ولا ايه التاني؟ هقتلها تاني وتالت ورابع وعادي لحد ما يرجع لها عقلها. شوفي يا بنت الناس، انا والله لولا اني مستعجل اجرب المسمار اللي دافع فيه دم قلبي ده ما كنتش صحيتك، لكن يلا حظك بقى. ايه يلا زي الكلب على المطبخ روح اعمل الشاي. يا ديك حتى وانت مقتولة غتيتة ما بتسمعيش الكلام. ايه؟ يلا قومي بسرعة وهاتي شوية وخدي لي كلامين وانا هسافر. يلا. ايه ده؟ سميحة. يا نهار اسود. سميحة انا زمرت عيب كده. يا نهار ازرق. سميحة! سميحة! يا سميحة! يا أحي الولية فياصة لا بتنطق من فوق ولا من تحت. يا نهار ازرق، ما يكونش شابون الكلب عملها فيا واداني مسمار خربان. لا ده هقتله. سميحة يا سميحة، سميحة يا سميحة. يا نهار ازرق، اعمل ايه؟ ضحك عليا ابن الشياطين والاجانس. تعالى بعد العمر ده كله تخليني اقتل قتله وتخليني بايدي دي اقتل مراتي اللي كانت بتعمل لي حياتي. ازاي دلوقتي ضاعت يا سميحة؟ اكل واشرب ازاي دلوقتي من بعدي يا سميحة؟ ما تسيبها الله يخرب بيتك ولو صبرت يا سميحة. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ايوه انا لازم اخفي الجثة دي. اعمل ايه؟ اخفي حفرة واخبي الجثة فيها، ولو حد سألني عن المسمار شغال. المسمار شغال، ومراتي لسانها بقى زي البلسم يطيب الجوع. بس بسيط، والمسمار شغال. المسمار شغال. المسمار ايه؟ شغال. انا قتلت سميح. يا نهارك اسود ومنيل يا ابني، انت اتضايقت. طب والعمل يا سفروتي؟ العمل عمل ربنا يستغفره، دول المقدار يقول. المهم ما تعرفيش ايه اللي هيحصل بعد كده. ازاي ما اعرفش؟ اعرف طبعا. طب ما تطمني قولي لنا ايه الحكايه. مسؤول السعاده بعد ما عقل شق محتار يرجعها ازاي؟ طبعا
دي حكايه ولا حكايات الف ليله وليله. كملي. طفح الكيل وشافوا الويل والبلبله عمت في البلاد، فما كان من البلد كلها غير انها لمت بعضها واتجهوا البيت شمعون وانيسه. كانت انيسه اختفت بفعل فاعل او بفعلها هي ذات نفسها. يا خبر ابيض، ده حلوت على الاخر. كملي. عدوا شمعون في شوال وهيلا بينا شالوه لحد البحر وراحوا يرموه عشان يخلصوا من نصبه واحتياله وشروره وتجاوز الحدود الممكن والمعقول. ها وبعدين ايه تاني؟ احنا نقضيها حكايات ولا ايه؟ تعالى نروح البحر وتشوف بنفسك ايه اللي حصل. تعالي نشوف. يحتال عليا انا ولا هم. يا سيدي ده احتال عليا انا شخصيا، مش هيحتال عليك انت. بطل نغمة الشماتة اللي في كلامك دي، احنا كلنا في الهوا سوا يا بتاع الهوا. يلا يا كازمان اخلص واسمع. الجنان ده غلطتكم من الاول، كان لازم تجاوبوا وانا اعرف شغل على الكلب ده. وانت كنت هتعمل ايه يعني؟ عارف هتعمل ايه؟ تعمل اللي قدرتش انت تعمله ولا تطلع ولا مسؤول السعاده. والزغزغه يلا. ازاي كده ان احنا هنقعد نتكلم ولا هنرمي الراجل ده في البحر ولا هنرمي لا احنا مش هنرميه كده. احنا لازم نعذبه زي ما عذبنا ربنا الرافض. انا عندي فكره احلى. ايه؟ نعمله كره شراب ونشوف. لا انا هقطعه جزل جزل واقليه في الزيت المغلي. انا بقى هعلقه في شجره واقطع منه حتت واخلي الناس تاكل وتنبسط. ممكن برضه ممكن. لا انا عندي فكره احسن. ايه؟ احنا نشويه وناكل بس. ايه؟ لا القرف ده ناكل ايه؟ ده لحم معفن صح صح. احنا نشوف له ايديا ونرمي فيها. طب فكرت كمان بس نرجع تاني. يلا نفكر يلا كله فكر كله فكر. احنا الاوائل. ايه بقى؟ فكر ايه بقى؟ لا اسمع، احنا هنجيب صخر ونجيب حبل ونربط الحبل في الصخر ونحطها على صدره ونرميه. ثواني بس في مشكلة. منين هنجيب صخر؟ منين تجيب صخر؟ نجيب صخر. نجيب صخره. نجيب صخره منين؟ هم شفتوا منين؟ يكون شايفين حاجه يفكوني يا عالم. ألف شكر يا عم محروس، ألف شكر. اللي مش دول مطلوبات عيلتي وجايبيني هنا عايزين يتفاهموا معايا وعايزين يتجوزوني واحدة غير أنا بحبها وأنا طول عمري بحبها. مش فاهم. ما تركز معايا شوية يا عم محروس. ركز معاك أهو. يا عم محروس اللي مش دول ها وجايبيني هنا عايزين يجوزوني واحدة بنت تاجر كبير من أغنى أغنياء البلد. يا اما كده يا اما ارموني في البحر، بس الحمد لله انا ابن حلال وطلع بعتك ليه عشان تكسب فيا زواج. طب يا اخي
اتجوزها وانت براسك. اتجوزها؟ طب والتاني؟ اسيبها عشان شويه ذهب وجواهر والماس ما يستاهلوش. ذهب والماس ما يستاهلوش؟ اما انت راجل فارس عليك. بقول لك انت مالكش في طيب نصيب. انا لو منك اجري وراهم واتفق معاهم واتجوزها وانت براسي. طب والحب يا عم محروس؟ الحب يا عم محروس؟ حب ايه؟ كلام فارغ ايه؟ هو الحب هيجيب لك الذهب ولا الالماس ولا هيعيشك وتنغنغ طول عمرك في النعيم اللي انت قلت عليه؟ لا طبعا، بس القلب ما يريد يا عم. اما انت راجل فارس صحيح. ايوه انا عارف اني فارس، بس قلبي مش بايدي. لا يا سيدي انا قلبي ده بايدي. يعني ايه؟ يعني بص بقى، انا جيت لقيتك متكتف ومتغمى عينيك. انا هسيبك تشوف حالك وانت تكتفني وتغمي عينيك وانا اجري وراك اقعد معاهم واتجوز بنت التاجر. ايه يا عم اتجوز؟ يعني انت تقدر تتجوز بنت التاجر الكبير وتسيبنا لحالي؟ طبعا بجد بجد طبعا. بتتكلم بجد يا عم محروس؟ والله بتكلم بجد. ده يوم المولد اللي اتجوز يا اخي. اتجوزها واتجوز امها واتجوز ابوها اذا كان مش متجوز. ده انا بقالي 40 سنه اهي. طب والله فاهم يا عم. بس انت بقى هتديني ايه يا صديقي؟ هديك ايه يعني؟ ده انا رايح انا مهبات بسرح بكام راس بشرب لبنهم وبتكسب صفهم. يبقى اتفقنا. اتفقنا على ايه يا جدع انت؟ اتفقنا ده اسيب لك العروسه وتسيب لي انت الغنمات كلهم. كلهم؟ طبعا كلهم. انت تقصد في ايه بعد ما تتنغنغ في الذهب والالماس والنعيم ده كله؟ ماشي وانا معاك. غميني بقى وانا بقى هطلع اشوف العروسه واتجوزها. غميني. انا فين الغنمات يا عم محمود؟ ورا التل الكبير ده. يا سيدي استنى انت بقى. استنى بالراحه عليا. اتفقنا خلاص. ايه ده؟ كل ده انت عزمتهم على الفرح؟ اتفقنا يا عم محروس. اتفقنا؟ يا ابن الفقريه. بس من اجل القصه لازم نستحمل. احنا كل الحاجات نطلب نطاع نسقط فظاع. احنا الصوارم احنا الاوارم. احنا الصوارم احنا الاوارم. احنا كل الحاجات نطلب نطاع نسقط فظاع. احنا الصوارم احنا الاوارم. رجع تاني حيا يرزق. بابا احنا ما حدش يقدر يعطس والمصحف الشريف اعتزك ولا لا يا بتاع سمير؟ ارتزق تعال ولا ايه يا بتاع الكلب؟ لا انا هقول لك على حاجه اهو. احنا ممكن نبعت للراجل ده نستدعيه نشوفه طلع من البحر ازاي ولا نبلش. ايوه طبعا او اي هذا
حوالينا مستنيين هبطه مننا. طبعا يا دادي مش بعيد يفتحوا علينا بابوهنا وما نعرفش نسد بعد كده ويطردونا من البلد. ولذلك انا قررت اننا نجيبه بالراحه ونسايسه ونداديه ويحكي لنا الحكايه من طقطق لسلام عليك. فرحين يا ولاد الجزم، من طقطق لسلام عليك. بس اللي انا مش قادر اصدقه لغايه دلوقتي ان واحد بس قدر يقتصكم كلكم، وانتم لا قدرتم تهشوا ولا تمشوا ولا حتى تقوموا ناحيته. بابا بقول لك ايه، هو جدع ده ما هزمناش بعقل وتفكير، هو هزمنا بحيل ومطر لما احنا هزمنا بنفسنا بظلمنا البعض. يا سيدي هتقعد تزيد وتعيد فيه ولوك بقى لوك، وانت اصلا طلعت في الحوار وانت بقيت في الكلام. ايوه طلعت في الكلام واخويا كمان سمع في المزمور. تعالى ما حكاية الزمارة دي كانت حكاية لوحدها. لا سيب. لا دي بتاعتي. لا بتاعتي انا اللي هتسليها. لا دي بتاعتي انا بتاعتي. سيب. طبعا من خير في الزمارة اللي انتوا سلفتوها لبعض، وانا بمزاجي صحينتوا وخليتكم يقفلوا على الموضوع ضد ما اقول. ربنا يخليك يابا زي ما سترتني. ايه ده؟ ايه؟ ابويا بيدخلني. ابويا فكر يا جدعان. ابويا انا اللي حاسس في نفسي ان حكايه السكينه والزماره دي عدت عليا ولفتت امكم بنت الكلب. ضرب. انا عايز الكلام. دلوقتي معلش يابا، هو بعدين هو انت كنت هتلاقي على مين ولا على مين؟ انت متجوز 4 وملك يمينك 26، يعني الشهر كله كومبليت. يعني اتجوزنا بسكاتك وتبطل نحن. يا خالد تعالى يا خالد. ايه بابا؟ تعرف شمعون؟ ايه بابا اعرفه؟ روح هاته يا خالد وهو هتتأخر. تمام؟ استنى يا خالد، هتعرفه ولا ابعت اخوك ابو ضحكه جنان؟ سميحه ايه بابا؟ ايه؟ طب يا سيدي شكرا كفايه، يلا اتفضل انت يا خالد. على فكره لما يجي شمعون مش عايز اسمع صوت واحد فيكم، لا حركه ولا صوت، لا شهيد ولا زفير. اكتم. بابا شمعون ولا زفور؟ خليه يتفضل يا خالد زي ما انت، لا صوت ولا حركه. بس ارجع اكتم. ازيك يا سيد شمعون؟ انا كنت عايز بعد اذنك حضرتك معلش، انا قبل ما تتكلم جاي اشتكي لك من عيالي اللي ربوني في البحر. يا شمعون كان ايه انت جاي تتكلم علينا يا شمعون؟ ايه تشتري يا شمعون؟ انت بعت لي كلب بيشبي اهو. ده الحوار ما ينحاش والصبار ماله شمعون، الناس دي حطوك في شويه ورموك بالفعل في قلب البحر حاصل، ولما هو حصل يا شمعون رجعت تاني ازاي وانت جارر كم الغنم ده؟ أنهي نادي فيهم؟ بتاعنا ولا بتاعكم؟ بتاعنا وبتاعكم واحد. نعم الإمام اللي بيبص من عينك عليه الصلاة والسلام. أنا أول ما عيالك كتفوني ورموني في البحر. ارجع! وكنت هتخشك الغرق. طلعت لي بالنية. نفدتني من الموت وقالت لي صحيت وخير. أنا ملك يمين يا كل قالت لي
شو؟ قلت لها ارجع لبيتي ومراتي وعيالي. بس كده؟ لا بس كده ازاي؟ قلت لها اطلب خانه وسوق وذهب ودنانير دنانير. زي الذهب والدنانير اللي الحضاره بتاعك منزله بقى. شفت الدنانير اللي كانوا عليا ازاي؟ قلت لك كابتن. عادي يا بابا. كلمه تانيه وهعبطك. شمول تعالى. تعالى ما تخافش. عايزك تكمل لي حكايه الجنيه. قلت لها امال يرضيكي ارجع لمراتي زي ما خرجت كده ايه ورا وايه قدام؟ الجنيه ما خلصهاش. قالت لي بقى انا مش تخصصي ذهب ولا دواب، ده تخصص اختي الكبيره اللي في وسط البحر. هم عندهم كمان تخصصات؟ هم سبهلله زينا كده. الناس دي محسوب عندهم كل حاجه بالتفصيل. يا راجل بس كده؟ وقامت جابت لي شويه البهايم. الحمد لله نجحنا. وصلت لحد الشهر واديني قدامك اهو وكده اشتكي لك بقى من عيالك. انا بقى دلوقتي عايز ارجع كمان وشرف. حق ايه وشرف ايه اللي بتتكلم عنهم؟ شرف؟ شرف ايه وشرف؟ شرف ايه؟ انت بتجيب حمارة من هنا. وكم من اسبيعه؟ بس مالها؟ الاستاذ اكتب منك روح. وانا بتكافئ للدرجه دي؟ لا يا بابا. يا بابا انت مش هبه ولا حاجه بس الكلام ده رهيب. ما تيجي تمسك مصروف البيت انت يا امك ولا تلحن بمسند فيك ولا حتى صينيه بندورنا. ايه ما حدش يعصبه ما يقصدش. يبقى كل واحد يحط لسانه جوه بقه. حاضر يا بابا. سامعين؟ ناس تخاف وما تخشيش. سيد شمول انت في حمايتي يا سيد شمول. بس رد الاعتبار وشرف يا مولانا. رد شرفك هيوصل لك لحد ما يقدر. الف شكر. اتفضل يا شمول. شكرا. اتفضل. وانا شمول احكي هو انت معايا تسيبه يمشي كده يا بابا؟ ايوه. ليه؟ انت سايبه كده من غير ما تحاسبه؟ سنمهله الى حين يقع. مش عايز اسمع صوت واحد فيهم. لا صوت ولا حركه، لا شهيق ولا زفير. والكلب اللي بيبيعه بس النار عندك انا اللي بستحق. عارف اللي انت بتستحق. بره. شمعون ده طلع شيطان. المصيبه ان انا مصدقه. انا هاخده ونروح عند البحر ونشوف الجنيه بتاعت الدهب والالماس يمكن تحل علينا وعلى البيت. انا فلست وجيبي فلس، لا ترضى عدو ولا حبيب. انا عايز اتكلم. ادي كبر ناسه عقله على مقاسه، غرقان في الروبة من ساسه لراسه. ادي كبر ناسه عقله على مقاسه، غرقان في الروبة من ساسه لراسه. يا مررنا الطافح ملفوف من امبارح، يا مررنا الطافح ملفوف من امبارح. عامل فيها ناصر والهفا وناسه. تعال. وانا مش حلفت لك اكتر من مره بشرفي، مش مصدقني ليه؟ وانا مش هصدق الا اذا كانت رجلي على رجلك وندخل سوا. لا بقول لك ايه، انا تعبت. روح انت اعمل اللي انت عايز تعمله، اشوف انا الراجل استنى، انت هتسيبني يا كمان؟ انت اللي عايز القناص مش انا. وانت ايه اللي مخليك مش عايز؟ انا والحمد لله مستور معاك. يعني ايه؟ يعني الامر بقى طيب. هي بقت كده؟ انت اللي عايز القناص الجنيه هناك اهي عندي برميل الحرب. عندك حق يا شمال، استعنا على الشعب النبي. ثم
وهي دنيا وزايلة وبتودي والشاطر هو اللي يعدي والجيش طال الطمع القلة نرفض له وقلبها تحدي. وهي دنيا وزايلة وبتودي والشاطر هو اللي يعدي والجيش طال الطمع القلة نرفض له وقلبها تحدي. خليك متصالح مع نفسك قدر الرزقات اللي في نفسك. خليك متصالح مع نفسك قدر الرزقات اللي في نفسك. وإن لمحت الخير قدامك قول الخطوة بسرعة ومدي. وإن جيش طال الطمع القلة نفض له وقلبها تحدي. طمع الدنيا ملوش ولا لازمة مهما تعمل مليون رزمة. طمع الدنيا ملوش ولا لازمة مهما تعمل مليون رزمة. هتروح في الآخر ولوحدك هتروح من غير قرش مصدي. وإن جيش طال الطمع القلة نرفض له وقلبها تحدي.
الحب